زمان في العهد الذهبي للسينما المصرية في الخمسينات كان لسه العالم طالع من الحرب العالمية الثانية وقنبلة هيروشيما اللي هي أول قنبلة ذرية واللي محت كل البشر اللي هناك وحاجات زي كده. ساعتها اتعمل الفيلم المصري الجميل، والله العظيم فيلم جميل، اسمه حماتي قنبلة ذرية. الحقيقة ده رسخ ثقافة في أدمغة الناس وأدمغة البنات بالذات إنه الحما دي حد مش كويس، والرجالة كمان، إنه حماتي دي حد مش كويس، دي هتضرني، دي مش بتحبني، دي بتعمل حاجات سلبية أو تأثيرها سلبي على حياتي. الحقيقة ده كان فيلم كوميدي يا جماعة، والله العظيم فيلم كوميدي. أنا ليا رأي في القصة دي، إنه اللي مقررة تحب حماتها هتحبها، واللي مقررة ما تحبش حماتها مش هتحبها. يعني ليها حركات مش لذيذة، ماشي، ما هي مامتك كمان ليها حركات مش لذيذة. واللي مقرر ياخد حماته كأنها عدوة برضو مش هيحبها. ليها حركات بايخة، ما هي مامتك ليها برضو حركات بايخة. ما ينفعش كده يا جماعة. النهاردة في عيد الأم، كل سنة وكل الأمهات طيبين. كل الناس تتكلم على الأم، أنا النهاردة هتكلم على الحما. روح لحماتك قول لها كل سنة وانت طيبة، جيب لها هدية حلوة، وانت روحي لحماتك بوسيها بوسة حلوة، قولها كل سنة وانت طيبة.